والدور موعودة يلا عليك الدور. من بعد الداخلية جالنا الاتحاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا على القناة، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحصري على القناة المفضلة لديكم. فضلا وليس أمر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. بعد انتهاء ماتش الداخلية بيجي لنا الاتحاد الاسكندري لكي يتعادل مع الزمالك 0-0، تعادل سلبي، وما زال الزمالك في تسريب النقاط نقطة بعد النقطة لما جبت لجماهيرك النقطة، لكن على قلوبنا احنا زي العسل. ايه اللي حصل في ماتش الاتحاد؟ ايه اللي حصل في ماتش الاتحاد؟ الزمالك اتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري 0-0، وما زال السعي الى الهبوط مع صدارة. فين الصدارة يا بتوع الصدارة؟ من بعد الصدارة ودوشتوا دماغنا على قناة الزمالك وعلى المواقع الزملكاوية، الزمالك يسعى الى الهبوط. وعلى رأي المثل اللي بيقول الزمالك بدون منشطات زي البليلة من غير مكسرات، فعلا اللي شفناه في ماتش الاتحاد خير دليل على اللي احنا بنقوله. يا جماعة فين خط وسط الزمالك؟ عمرو السيسي ودونجا، مفيش باص بيترفع، مفيش كرة بتتاخد من الهجوم توصل من الدفاع توصل للهجوم، مفيش تواصل خالص. يا راجل ده عبد الشافي اللي اكبركم سنا هو الوحيد اللي كان واخد الباك رايح جاي مش قادر، خلاص تعب، هو الوحيد. وكمان تغييراته جت غلط. فين البروف؟ هو انت كل ماتش ليه بطريقه مختلفه عن التانية؟ انت عايز توصل للفرقه اللي فين؟ انا مش فاهم انت دماغك دي فيها ايه. كل واحد مش محطوط في مركزه، دي اول حاجه. تاني حاجه العيال مش قادره تجري. انت يا احمد يا زيزو كنت قبل ما نتكلم في فكره المنشطات كنت بتاخد الملعب رايح جاي اقصى سرعه، اسرع ديليفري في الزمالك، رايح جاي رايح جاي. انت النهارده من بعد اللي تداول عن المنشطات تقريبا ما خدتش الجرعه ولا ايه؟ يعني انت خفت تعمل لك بتاع ده من لجنه المنشطات تحليل يبان ان انت ايجابي فما خدتش. انت راجل مش قادر ترفع الفخده بتاعتك عشان ترفع كوره، انت بتتزحلق. انت فاكر كابتن زيزو؟ يعني انتوا فاكرين الفيلم بتاع كابتن زيزو لما كان كده ما ياخدش الحقنه وتلاقي كده ركبه بتخبط في بعضها ويتزحلق والكلام اللي احنا بنشوفه ده اللي احنا شفناه في الزمالك. يعني فين بطل الدوري لمده عامين؟ يا راجل فين؟ ده الاتحاد مش عارف رقم كام في الدوري في الجدول، بيلاعب بطل الدوري مرتين على التوالي. انتوا فين؟ ده لو الاتحاد كان اتك عليكم شويه في اخر 10 دقايق كان ممكن يسجل فيكم هدفين. ونرجع نقول اصل التحكيم ماله في ان انت تجيب جون؟ التحكيم ماله ان انت تلعب وجيب جوان في الشباك؟ مش عارف. هي الشماعه اللي بنعلق عليها، وبعد ده كله يطلع ويصدعنا المر بالزياده على قناته. هي قناته مش قناه النادي على فكره. قناه الزمالك دي ملك للمستشار مرتضى منصور، رغم ان احنا بنقول ان نادي الزمالك ده ملكيه عامه لكل فرد مصري، لكن هي في الاخر مسخره لشخص واحد بس. الاعلام بكل هزاز الرؤوس على قناه الزمالك مسخرين لشخص مرتضى منصور. يرجع يقول لك اصل السحر الاسود، اصل الجون كان مقفول يا اخوانا ما عرفناش نجيب، اصل انت السبب يا محمود يا خطيب. محمود الخطيب ماله؟ محمود الخطيب هو اللي نزل مسك في وراك اللعيبه اللي ما قدروش يمشوا؟ محمود الخطيب هو اللي كلم فيريرا قال له ما تحطش الناس في مراكزها؟ محمود الخطيب هو اللي قال الصفقات ما تنزلش؟ ويرجع مرتضى منصور يقول لك لو فيريرا محتاج نجيب له لعيبه. طب الصفقات فين؟ يعني مش فاهم انا الصفقات اللي انت جبتها دي فين؟ ما شفناهاش. فين سامسون؟ فين الوردي؟ فين غيره وغيره؟ العيال دي ما بتلعبش ليه؟ ولا هي صفقات مضروبه ولا هي كان فيها سبوبه ولا ايه الموضوع بالظبط؟ وسحر اسود ايه؟ ويقول لك اصل محمود الخطيب لو ما رجعتش على اللي انت بتعمله ان الفرقه تتعادل ايه؟ هو فيوتشر هو اللي تعادله مع بيراميدز ومحمود الخطيب هو السبب فيه؟ هو اللي نزله في الرابع؟ خلى بيراميدز الرابع وخلى فيوتشر في الوصيف؟ إيه بتتكلم في ايه؟ هو محمود الخطيب السبب اللي خلى الاتحاد اتعادل مع الزمالك بطل الدوري والصداره والدوشه اللي انتوا دوشتوها لنا؟ ماله محمود الخطيب؟ هو طول ما انتم مركزين مع محمود الخطيب واحمد شوبير وجمال علام ولجنه التحكيم ومش عارف فلان وعلان والكلام ده مش هتشوفوا كوره. يا جمهور الزمالك فوقوا، انتوا مسحوبين والله العظيم، انتوا مغيبين. القناه اللي وجعلنا دماغنا كل يوم دي بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في كلام فاضي. يبقى كل كلمه اتقالت ان نادي الزمالك فيه منشطات، الكلام ده انا اصدقه، رغم ان انا كنت معترض على كلام مرتضى منصور ان هو بيشوه صوره لعيبته، ان في ناس قالت لا لا مش عارفين الحقيقه فين. بس ايا ما كان
انت باللي احنا شفناه في ماتش الاتحاد يعني خير دليل ان فعلا ان العيال دي بتتعاطى منشطات. يا جدع ده ما فيش حاجه خالص، العيال مش قادره تجري. ايه يعني انتوا مثلا بتلعبوا مطوشه اكتر من الفرق اللي هي التانيه؟ يعني محطوط لكم مطوشه ازيد؟ ما هو نفس الترتيب ماشي في نفس الجدول، نفس كل حاجه، الجدول بتاعكم ماشي بالظبط. ايه في احمال زياده؟ ولا هي اللي يعني المنشطات ما كانتش شغاله كويس في الجسم ولا ايه؟ انا مش فاهم. انا بقتش فاهم. انتوا رايحين على فين؟ النهارده الاهلي ان شاء الله في ماتش مع المصري البورسعيدي. عايزين نتفرج على كوره بقى، اتفرجوا على الكوره بقى، اتفرجوا على الكوره، اتفرجوا على الكوره والصفقات، اتفرجوا على الكوره والاداء. عشان لما نقول ان الاهلي ده فريق عظيم، فريق كبير، فريق دوله، فريق منظم، فريق مبادئ، فريق تاريخ، فريق تطوير، يبقى انتوا فعلا بنتكلم في الصح. مش هو تطبيل وخلاص، يا شويه ناس بتفهم كوره. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.